السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة اقتصادية بنينة وأهم حاجة مناسبة للأيام العادية ولشهر رمضان. وصفتنا لنهار اليوم هي مسمن معمر في الفرن. هذه الوصفة بنينة، تبعوا معايا واش راح نحتاجو فيها. أول حاجة غادي نبداو بها هي الحشو. غادي نجيب هنايا كسرونة ونحط فيها 2 حبات تاع بصل مقطعين مربعات صغيرة. نضيف على البصل تاعي قليل من الزيت ونحطه فوق النار يتقلى. كي بدي يدخله الطياب كما راكم تشوفوا هنايا بدا ياخذ اللون الذهبي، نجيب البصل تاعي ونحط عليه 2 حبات تاع جزر مبشورين بهذا الشكل. نضيف الجزر على البصل نخلطه شويه. وبالنسبه للتوابل ماش نحتاج حاجه كبيره، فقط ملح وفلفل اسود، يعني نضيف نص ملعقه صغيره ملح ونص ملعقه صغيره فلفل اسود. هادو هما التوابل اللي راح نحتاجهم، ما لازمش نكثر التوابل بزاف. انا هذا واش استعملت. ونرجعهم يتقلاو فوق النار، نخليوهم حتى يطيبوا يتقلاو مليح مليح حتى يطيبوا. نبقاو مقابلينهم بالتحريك. وبالنسبه لهذا الدجاج انا كان عندي بقالي من الفطور ما رميتاش، يعني عاودت فتته ورجعته يتقلى هنايا مع البصل والجزر. بعد ما طابوا ضفت عليهم هذاك الدجاج وقليته معاهم. ثم تقدروا ديروا بولياشي ولا فيونداشي ولا حتى سكالوب مقطع مربعات، يعني هذاك الشيء يرجع لكم الاختيار في الحشو. بعد ما طاب لي الحشو نحيته وضفت عليه هنايا قليل من الجبن المبشور، يعني اختياري. وضفت 2 حبات تاع جبن مثلثات، يعني الجبن المثلثات تقدروا تضيفوا على حسب الرغبه، تقدروا تضيفوا اي نوع جبن طري. خلطت المكونات مع بعضياتهم. انا هذا هو الحشو اللي كان عندي، يعني واش ما كان عندي ضفت في هذا الحشو. يعني تقدروا تضيفوا كورجات ترابيوها حتى هي وتضيفوها مع الجزر والبصل، هذاك الشيء يرجع لكم. اي نوع خضار تبغوا تضيفوا حتى الباذنجان تقدروا تقليوه وتضيفوه معاه، يعني هذاك الشيء يرجع لكم. اضفت في الحشو هنايا بياض حبه بيض والصفار. احتفظت به جانبا باش نطلي به وجه المعجنات تاعي. نخلط مليح المكونات مع بعضياتهم كما راكم تشوفوا. لازم ندخلهم مليح مليح في بعضياتهم باش يتجانس لي الخليط ويجي متوزع بالتساوي. من بعد هنا خديت شويه تاع زيتون افيلي وقطعته صغير. هاد اللمسه تاع الزيتون راح تعطي ذوق شباب ورائع للمسمن تاعنا. ومن بعد جبت العجينه تاعي اللي هي عجينه المحاجب، يعني هي نفسها عجينه المحاجب. راح نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. هنايا حليت الحبه تاع العجينه تاعي ولا الحبه تاع المسمن، حليتها مليح مليح بهذا الشكل. لازم نحلوها كما نحلو حبه تاع المسمن ولا حبه تاع المحاجب حتى يولي لو بلون دو طرافاي يبان، يعني تولي شفافه. وكما دائما نقول لكم لازم نبازيو على الجوانب، نحلوهم مليح مليح باش ما يكونوش معجنين. نحلو العجينه تاعنا على شكل مربع. ونجيب هنايا الزبده تكون دايبه وبارده، ما لازمش تكون حاميه باش ما تقطعيش العجينه. ونطلي بها الوجه تاع الحبه تاع المسمن تاعي. ومن بعد نطوي كيما نطوي حبه تاع المسمن ولا حبه تاع المحاجب على 3 بهذا الشكل. نسي نقاد الحبه تاع المحاجب كما راكم تشوفوا مليح مليح. ومن بعد نطلي بالزبده ونطوي ثاني على 3 كيما المسمن العادي. ونحطوا هاد الحبه جانبا. نعاود نحل الحبه الثانيه بنفس الشكل، نطلي الوجه تاعها مليح بالزبده تكون دايبه. ونجيب الحبه اللي كنت حليتها في الاول وخدمتها الحبه تاع المسمن ونحطها في وسط الحبه تاع المسمنه الزوجه، يعني كيما نخدموا المفروق نخدموا هذا المسمنه تاعي. نحط الحبه في الوسط ونبلع عليها بنفس الطريقه اللي بلعت في الاول، يعني نبلع على 3 هكذا. الحبه تاع المسمن غادي تجينا مرقه بزاف. ندهن الوجه بالقليل من الزبده. راني ندهن فيها بزبده شويه طريه، يعني كانت كملت لي الزبده دايبه فاخذت زبده طريه وطليت بها ماشي مشكل. ومن بعد نبلع كيما نبلع حبه تاع مسمن، يعني بهذا الشكل.
ونحطها تريح مدة 5 دقائق. يعني شوفوا كيش راني نسقط الوجه تاعها، وخليتها تريح تقريبا 5 دقائق، ومن بعد جبتها وحليتها مليح مليح. حلوا مليح العجينة تاعكم، بقاو نقلبوا فيها باش تبقى تساعدنا باش نحل. حلوها على شكل مستطيل. حلوا العجينة تاعكم مليح حتى تولي رقيقة. ومرة على مرة نعاونو يدينا بالزيت باش يساعدنا في الحل، ومن بعد نجيبو السكين ونقسمو على الطول على 2 وعلى وحدة في الوسط. يعني نقسمو الحبة تاع المسمن تاعنا على 6 كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. غادي تعطينا كل حبة تاع مسمن غادي تعطينا 6 حبات نتاع المعجنات ولا سمنات معمرين. نبداو نحطو الحشو في الحبات تاعنا، والحشو لازم يكون بارد باش ما يقطعليش العجينه. ومن بعد غادي نبدا نغلق فيهم. نجيبو الطرف الاول نغلقوه مليح، ومن بعد نجيبو الطرف الثاني ونسيو نسقدو الحبات تاع المسمن تاعنا بهذا الشكل. نغلقو مليح مليح باش ما تخرجلناش لافاغس. نكملو كامل الحبات تاعنا. يعني انا درت هنايا 12 حبه تاع مسمنه، يعني 4 حبات تاع مسمن خرجوا لي 12 حبه. من بعد نجيب صفار حبه بيض نضيف عليه القليل من الحليب والقليل من القهوه، قهوه عاديه طيبه، ونطلي به الوجه تاع المسمنات تاوعي باش يعطينا لون شباب ومحمر للحبات تاع المسمن كي يطيبوا في الفرن. نطلي كامل اوجه تاع المسمنات بهذا الشكل حتى نكمل كامل الكميه. وهاد المسمنات غادي يجيو شابين ومقرمشين وبنان، يعني رائعين مع الحريره ولا مع كاش سوب ولا يجيو بنان بزاف بزاف، وتقدروا تعتمدوهم حتى في رمضان يعني كمملحات يجيو بنان. من بعد التزيين تاع الوجه ضفت هنايا قليل من الجلجلان، رشيته على الوجه تاع حبه تاع المسمن باش يعطينا نظره شابه للوجه. وجبت تاني شويه سانوج، يعني الاختياري يرجع لكم هاد الشيء نتوما كي تبغيو تزينوا الحبات تاعكم. خلط ما بين حبه تاع سانوج وحبه تاع جلجلان. بعد ما كملت كامل الكميه غادي ندخلوها طيب في الفرن يكون مسخن مسبقا. لازم يكون مسخن على درجه عاليه. كي نبديو ندخلو في المسمنه تاعنا نقصوا واحد شويه، وكي تشوفوها حمارت من التحت نشعلو من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي تاعها، جا مقرمش وبنين وتاني جا مورق من الداخل. يعني شوفوا راه واضح في الكاميرا كيفاش راه مورق. هاد الوصفه رائعه، ان شاء الله جربوها وتعتمدوها كما اعتمدتها انايا. صدقوني تجي بنينه بزاف بزاف، حتى في رمضان غادي تعتمدوها. انا قدمت هاد المسمنات الفارسي مع الحريره، وانتم تقدروا تقدموهم مع كاش سوب ولا واش ما بغيتو، يعني يرجع ليكم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم، وان شاء الله تجربوها. واذا نجحت لكم حطوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنسوش تحطوا لي جيم للفيديو، الاشتراك في القناه، واكيد فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.